اول ساعه في مصر بتشتغل بالبصمه، وكمان فيها كاميرا اماميه وخلفيه زي ما احنا شايفين كده، واضحه جدا. وكمان اقدر احط فيها الخط، فبتشتغل موبايل بشكل متكامل. بالاضافه ان البطاريه فيها 1100 ملي امبير، يعني تقدر تقعد معاك لاطول فتره ممكنه. واقدر افتح التيك توك كده، واقدر كمان اتصفح كل الفيديوهات اللي موجوده في التيك توك. وزي ما احنا شايفين كده اول ساعه في مصر بتشتغل بالبصمه، وكمان فيها كاميرا تشتغل امامي وخلفي واضحه جدا جدا. واذا كمان هقلبها لكم كده، شايفين الوضوح عامل ازاي، واضحه جدا جدا في التصوير. وكمان الساعه بتدعم الشريحه، اقدر احط الشريحه بتاعتي فبتشتغل موبايل بالكامل. وكمان الساعه بتدعم التيك توك، واقدر افتح التيك توك كده، واقدر كمان اتصفح كل الفيديوهات اللي موجوده في التيك توك. والساعه بتيجي باقوى بطاريه 1100 ملي امبير، يعني تقدر تقعد معاك مده طويله جدا في الاستخدام بتاعك. وده اكبر بطاريه عن كل الموديلات اللي عرضناها قبل كده. زي ما احنا شايفين بتدعم البلوتوث والواي فاي، يعني موبايل بشكل متكامل موجود معاك. وكمان اقدر افتح الفيسبوك من الساعه نفسها واتصفح الفيسبوك وارد على الكومنتات كمان. وزي ما احنا شايفين كده الساعه بتدعم البصمه كمان، وده مش موجود في اي ساعه تاني خالص. الموديلات قبل كده الواتساب نفسه اقدر اربط الساعه بالواتساب بتاع الموبايل، وده ما كانش موجود في الموديلات اللي قبل كده. يعني ده الواتساب بتاع الموبايل، اقدر اربط الساعه كمان، وكمان ارد على الرسائل نفس سيستم الموبايل بالظبط كده، وابعت رسائل من خلال الساعه مباشره. وكمان برضو اقدر افتح اليوتيوب وفيديوهات اليوتيوب والريلز بتاع اليوتيوب بشكل سهل جدا زي ما احنا شايفين كده. والساعه طبعا فيها جوجل بلاي، فاقدر انزل اي برامج سواء سوشيال ميديا او العاب على الساعه بشكل سهل جدا، نفس نظام الموبايل. الساعه كمان بتدعم بصمه الوجه كمان، لو انا مش حابب احط باسورد او اعمل بالتاتش كمان. هنا في بصمه الوجه اقدر احط البصمه كده، نفس نظام الموبايل بالظبط. تمام، بياخد بصمه الوجه بتاعي، بحيث ان انا لو حابب افتح من خلال بصمه الوجه كده تمام، واتضافت كده اقدر افتح من خلال بصمه الوجه على طول. والساعه طبعا بتيجي باللونين زي ما احنا شايفين كده، اللون الاسود والشامبين بالاستراب اللي موجود معاها ده. والساعه بقى فيها ذاكره 32 جيجا فعلي، وكمان الرام بتاعها 3 جيجا، فتكون سريعه جدا في الاستخدام معاك. والساعه كمان بتتميز عن كل الساعات اللي قبل كده انها شاشه سوبر اموليد، فالالوان والتاتش فيها سريع جدا كمان. بالاضافه كمان ان هي فيها خلفيات كتير جدا، وخلفيات الابل الاصليه، بالاضافه كمان خلفيات 3D، بالاضافه ايضا ان الوانها مشبعه وجميله جدا. والساعه كمان بتتميز عن الموديلات اللي عرضناها قبل كده ان فيها لوك الاستراب ده، اللي بيخلي الاستراب ثابت والساعه ما تقعش منك باي شكل من الاشكال. الساعه طبعا فيها اتصال واستقبال مكالمات، فيها ستوب ووتش، فيها آلة حاسبه، وفيها كمان الكالندر التقويم، بالاضافه كمان ان فيها المتجر جوجل بلاي، واقدر احط كمان الكونتاكتس الاسماء اللي موجوده عني. الساعه كمان فيها معدل ضربات القلب، الاكسجين في الدم، اشغل منها كمان الميوزك، وكمان فيها ريكورد تسجيل كمان، بالاضافه ان هي فيها جاليري، بالاضافه ان هي فيها بصمه وجه، اقدر افتح الساعه من خلال بصمه الوجه، جوجل ماب كمان. كل الساعه كمان بتتابع معاك شرب الميه، وكمان فيها NFC، وكل برامج السوشيال ميديا اللي انت محتاجها تقدر تنزلها على الساعه بشكل سهل جدا. ودي بقى كان كل المواصفات الجديده الخاصه بالساعه VP 19 برو، اللي فيها شريحه وفيها كاميرا وفيها كمان البصمه من موبيفون، متوفره في فروعنا مدينه نصر واكتوبر والهرم، ومتاح توصيل لاي مكان.